انت ممكن تكون مش شايف ربنا في اللي بيحصل حوالينا. قبل ما ارد عليك، حط القاعدة دي قدامك وتعالى فهمك. غيابه عن عينك اختبار، ووجود اثره دليل. اقوى نبي طلب يشوف ربنا، وربنا قال له مش هتشوفني. تفتكر ليه؟ مش عشان ربنا بعيد، لكن عشان ما ينفعش. سيدنا موسى عليه السلام قال: رب أرني أنظر إليك. فكان الرد: لن تراني، لكن بص على الجبل. فلما تجلى للجبل، الجبل نفسه انهار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المشكلة مش في ربنا، المشكلة فينا احنا. جوارحنا وعيوننا وعقولنا مش مهيئة تستوعب كينونة ربنا سبحانه وتعالى. يعني نفهم من كده حاجة مهمة جدا، وهي ان طبيعة الاختبار في الدنيا انك ما ينفعش تشوف ربنا بعينك ولا تدركه بعقلك. المسموح لك بس انك تشوف اثره، لان لو شفته ما بقاش في اختبار، ولو عقلك قدر يستوعبه ما بقاش اله. عزيزي، الايمان الحقيقي انك وسط الخوف تبقى مطمن، ووسط الفوضى تبقى واثق ان في حد هو اللي بيدبر. الدنيا ممكن تبان خارجة عن السيطرة، بس الحقيقة ولا حاجة فيها خارجة عن تدبير ربنا. هو مش بيقولك شوفني، هو بيقولك شوف أثري. تشوفه في رزق جاي في وقته، في مصيبة كانت هتحصل وانصرفت، في ستر، في لطف، في ترتيب مش فاهمه بس بيحصل. احنا ما بنشوفش ربنا، بس بنشوفه في كل حاجة حوالينا. فبدل ما تسأل فين ربنا، اسأل انت شايف أثره وواثق فيه ولا لأ. صدقني ما تخافش من اللي جاي. اللي جاي بتدبير ربنا برضه، مش خارج تدبيره. وربنا سبحانه وتعالى قال: لطيف بعباده.